السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. في استكمال لسلسلة الفيديوهات اللي احنا شغالين عليها، هنتكلم النهاردة عن فيديو مهم جدا كان الطلب بيا أو كان متابعين كتير ناقشوا معايا في الأمر دوت وأنا قلت أتكلم فيه من وجهة نظري. يعني ممكن في منكم اللي مش هيقتنع بكلامي، في منكم اللي هيقتنع بكلامي، لكن في النهاية أنا لما بقول حاجة بقولها بما يتراءى إليها قناعاتي ودراساتي وضميري، وبوصل لكم الصورة وانتوا بإيديكم القرار والقناعة بالأمر دوت. يعني عايز أديكم خلفية سريعة كده قبل برضو ما أبدأ أتكلم. أنا شغال في العقارات أو في القاهرة الجديدة من 2008، من سنة 2008، فشغال في مجال عقارات وشغال في المجال دوت، وعندي خلفية وخبرة عنه، سواء كان في الأراضي أو في الشقق. كنت اشتغلت فترة في منطقة مدينة الشروق وهليوبلس الجديدة، لكن تركيزي بقى في القاهرة الجديدة أكتر، والعاصمة الإدارية. المعلومات والفيديوهات اللي أنا كنت عملتها لكم عشان تستفيدوا بيها وأديكم خلفية برضو عنها. قعدت فترة كبيرة أعمل فيديوهات كتير للعاصمة، لكن تركيزي الأكبر ومعلوماتي الأكتر عن مدينة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. ده كده نبذة سريعة عن الموضوع دوت قبل ما ابدا اتكلم في الامر اللي انا هتكلم فيه. طب ايه اللي انا هتكلم فيه النهارده؟ العقار ولا الدولار؟ العقارات افضل ولا الدولارات افضل من وجهة نظري؟ علشان بس ما حدش يقول ان ده كلام مسلم بيه. في النهاية انا بقول اللي انا شايفه من ضمن قناعاتي، وبعرض لكم الامر وانتوا بايديكم القرار في الاخير يعني. طيب خلونا ناخد كده الموضوع بمنتهى البساطة. لو لاحظتوا انا بداية الفيديو قلت لكم ان انا في العقارات من اول 2008. لو حد كان متابع اسعار العقارات والاراضي والكلام دوت هيبقى فاهم اللي انا بقوله. خلينا نقول من فترة قريبة وليكن 10 سنين. لو فكرنا من 10 سنين بالظبط وجينا نشوف في 2013 كان سعر الشقق كام، سواء كان في منطقة مثلا، ناخد مثال زي جنوب الأكاديمية، زي الياسمين، زي البنفسج فيلات، الشقق ديت. يعني الشقة ديت كانت مساحة الشقة 210 متر، وكان بتتباع الشقة ب 600,000 جنيه. كانت الشقة بتتباع وقتها ب 600,000 جنيه في 2013، وكانت الفيلا كلها بتتباع هيكل والكلام دوت ب 3 مليون جنيه. و 600,000 جنيه دول كانوا بالمناسبة قسط 25% مقدم ويتقسط الباقي. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تحتفظوا بالرقم دوت. طب ايه يا محمد، الدولار افضل ولا العقار؟ انا كمحمد ليا قناعة خاصة ان العقار افضل من الدولار، وده لعدة اسباب انا هسردها واقولها وانتوا تبقوا مستوعبينها. اول سبب ان الدولار ما تاثرش في جميع الدول العربيه. يعني هتلاقوا سعر الدولار ثابت في السعوديه، قيمته مقابل الريال ثابته، في الامارات قيمته مقابل الدرهم ثابته، وكذلك مناطق الخليج كلها او دول العالم للي بيشتغل بره. وطبعا المصريين اللي عاملين بالخارج يفهموا اللي انا بقوله. ده معناه ايه؟ معناه ان قيمه الدولار بتزيد فقط في المناطق اللي اقتصادها ضعيف زي مصر مثلا، واللي تم الدولار كان في 2013 تقريبا عامل 6.5 7، وبعد كده وصل في 2016 ل 19 و20، وفضل ثابت في الموضوع دوت لحد 2022 على التراوح ما بين 18 لحد 20، وبعد كده قفز في 2022 كذا قفزه لحد ما وصل اللي احنا بنسمعه، والارقام او النسبه اللي طبعا البنوك برقم والسوق السوداء او الكلام الخارجي برقم تاني. طيب الكلام دوت موجود في الدول الخارجيه؟ لا، سعر الدولار مستقر في الدول الخارجيه. طيب ليه بيبقى بيزيد وعندنا وبيحصل في الامر دوت؟ وده حصل في لبنان كمان. ده نتيجه الدول اللي هي ذات الاقتصاد الضعيف، والاقتصاد الضعيف بيبقى موجود نتيجه اللي انت مع يعني مستهلك، بتستهلك اكتر ما بتنتج. دايما لما يكون المنتجات بتاعتك انت اللي بتنتجها وانت اللي بتعملها وانت اللي بتشتغل عليها، دايما بيبقى عندك القدره على ان قيمه العمله بتاعتك بتكون زياده. طيب ده بيخلينا اقول ايه؟ يخلينا اقول ان بما ان قيمه الدولار ثابته في الدول بره خارجيه، انما قيمه العقار عندهم بترتفع. يعني انت لو شفت في 2013 2014 العقارات قيمتها في الامارات هتلاقيها سعرها النهارده مختلف كليا وجزئيا عن سعرها من 2013 2014 رغم ثبات قيمه الدولار. لو شفت في السعوديه هتلاقي نفس الفكره، هتلاقوا دايما العقارات بتزيد. ومع ذلك ومع تذبذب الاقتصاد عندنا، ومع احتياجنا دايما للدولار، لان احنا لما بنستهلك بنستورد بالدولار، ولو بنقترض بالدولار، لانها العمله اللي بيتم تداولها على مستوى العالم والقياس بيها.
فده ايه اللي بيخلينا نعمله؟ اللي احنا بنعتمد على الدولار في سد الديون، وبنعتمد على الدولار في الاستيراد، وده بيخلينا نبقى طول الوقت في احتياج له. ولما الوقت يبقى في عندك طلب كتير على حاجه والعرض فيها قليل، وبالتالي بيزيد قيمتها. برغم ذلك لو جينا نشوف قيمه العقار اللي هو كان ب 600,000 جنيه سنه 2013، هنيجي سنه 2022 اللي هو كان الدولار من 6.5 مثلا او كده سنه 2013 لحد 2020، كان الدولار قيمته مثلا بيتراوح من 6.5 لحد 20 جنيه. هتلاقي ان هو زاد تقريبا 3 اضعاف، لكن سعر الشقه سنه 2022 زادت من 600,000 جنيه سنه 2013 لحد 3 مليون جنيه. يعني الشقق في جنوب الأكاديمية مش أقل من 3 مليون جنيه سنة 22. النهارده طبعا لأن حصل تغير عجيب جدا في السعر والفرق نتيجة الحاجات اللي أنا قلتها لكم قبل كده، ده الدولار وصل ل 40 وأكتر، فالضعف. لكن برضو الشقة زادت من 3 مليون، النهارده ممكن تلاقي شقق في جنوب الأكاديمية وصلت 4 مليون و5 مليون. ده غير حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها، الاستثمار في الإيجار. معنى كده ايه؟ معنى كده ان العقار دوت مش بس انت لما اشتريته ب 600,000 جنيه كان واقف، لا ده انت كنت لو اجرته من سنة 2013 لحد النهارده سعر الايجار كان بيبدا من اول 6000 جنيه مثلا، والنهارده وصل لحد 15 و16000 جنيه الحاجات اللي في جنوب الاكاديميه. انا بديكم مثل بجنوب الاكاديميه، وعلى هذا دويليك بقيه المناطق اللي هي كويسه ومميزه. اذا عمليا العقار بيزيد في حاجتين، بيزيد قيمه سعريه، بيزيد قيمه ايجاريه وبتاجره وبتقدر تاخد منه انفستمنت وتدخل ليك فلوس او عائد او دخل، وفي نفس الوقت لا ياكل ولا يشرب، وبالتالي هو بتزيد قيمته. مش زي العربيات، ناس تانية بتكلمني وبتقول لي العربيات وسعرها بيقل. العربيات شيء مستهلك، وشيء طالما اللي انت استخدمته فهو بقى مستعمل، وبالتالي قيمتها بتقل العربيات. رغم ذلك قيمه العربيات زادت جدا في الفتره الاخيره، وده نتيجه بقى ايه؟ هو ده نتيجه الدولار. لكن العقار يا جماعه او الارض قيمتها بتزيد وتستقدر، وليها اشياء كتيره جدا من وجهه نظري هي على المدى البعيد هتكون افضل تحت اي ظرف، خصوصا ان هو ده اعتقد الاستثمار الاساسي في مصر نتيجه قله التصنيع وقله الانتاج عندنا، فالناس بتحط فلوسها اكتر في العقارات. طيب لما اجي اختار عقار ما اختارش في اي حته، ما اختارش في اي مكان، لازم ابقى عارف اختار ايه الافضل، التجاري ولا الاداري ولا السكني. انا من وجهه نظري السكني هو احتياج اساسي واحتياج معيشي، بخلاف التجاري والاداري له معايير مهمه جدا لو ما خدتهاش في حساباتك هتخسر مش هتكسب، فيكون عندك دقه جدا فيهم. السكني ريسكه اقل حاجه، وفي نفس الوقت المنطقه اللي بتختار فيها لازم تكون انت عارف انت بتختار فين. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا سريعا شرحت لكم الامر وقلت قناعاتي، وانتوا تقدروا تقيموا وتقرروا الامر من وجهة نظركم. طبعا في كل فيديو مش هنسى اخويا الله يرحمه عبد الله. اتمنى ان انتوا تدعوا له بالرحمه والمغفره، واتمنى ان المعلومات اللي انا بقولها ديت تكون نفع ليكم، وبالتالي تبقى صدقه جاريه على روحه وصدقه جاريه على روحنا في المستقبل. واتمنى اللي محتاج مني اي معلومه او شيء يرجع يقولها لي. وطبعا لن انسى فلسطين واهل غزه، يا رب يا رب فرق كربتهم، يا رب يا رب اجعل لنا سبيلا لنصرتهم يا رب العالمين. وندعي لهم برضو ان ربنا سبحانه وتعالى يفك كربهم في اقرب وقت، لان الوضع اصعب ما يكون. ولله الامر من قبل ومن بعد. دمتم دائما بالف خير. لو حد محتاج مني اي نصيحه او اي سؤال سواء كان في الموضوع ده او في اي شيء يخص القاهره الجديده والتجمع الخامس ابعت لي على طول. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.